الإخوة الأخوات الكرام، السلام عليكم. هاد الأيام السيد هذا أو هاد العالم اللي هو دكتور في الزراعة يتعرض لواحد الهجمة اللي هي شرسة من رجال الدين أو الفقهاء، وأنا لا أعرف لماذا بالضبط اختار الألباني ليكون هو المنطلق في انتقاد الفقهاء أو علماء الدين. هو في الحقيقة أي واحد من الممكن أن يخطئ وأن يصيب مهما كان شأنه ومهما كان علمه. المشكلة في هذا السيد هذا ماشي الانتقاد والتهجم على الألباني، لأن الألباني راه ماشي مقدس، ولكن المشكل بالنسبة لي أنا هو الدوافع اللي خلات الفيد يهجم أو يهاجم الألباني. هي أسباب واهية غير منطقية. ما علاقة أن الإنسان ما بغاش يستجب للدعوة بهذا الهجوم؟ وفوق هذا وذاك لم يناقشه معرفيا. إذا أردت أن تنتقد إنسان ما فعليك أن تأتي بأخطائه من خلال علمه أو من خلال مؤلفاته. والألباني كما هو معلوم هو بين قوسين عالم حديث، لأنه هو الذي صنف الأحداث وأصدر كتابا صنف فيه الأحاديث النبوية بين صحيح وضعيف، وهناك بعض الأحاديث التي أزالها كذلك من كتابه بدعوى أنها موضوعة. إذن لو أن الفايد ناقش الألباني في علمه لكان هجومه وانتقاده مشروعا. المشكلة كذلك هي في الناس اللي ردوا عليه، لأن الردود ديالهم كانت كذلك غير مقنعة. أما قوله أننا لسنا لنا علماء على الصعيد العالم الإسلامي فهذا صحيح، لأن الإنسان باش يكون عالم ديال دين خاص يكون ملم تقريبا بالعلوم الأساسية من فيزياء ورياضيات وكيمياء وعلوم لغوية إلى آخره. لا يكفي أن يكون مثلا حافظا للقرآن الكريم فقط. وعندما قال بأن نريد القرآن الآخر فهو يريد القرآن الذي به إعجاز علمي نقارن به مقولات الملحدين والعلماء العلمانيين. هذا هو قصده، وليس قصده الطعن في القرآن أو يريد قرآنا جديدا، فهو يريد الجانب العلمي في القرآن الكريم. وهنا أتذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني، أول شيخ عربي كان قد تحدث أو تطرق بإسهاب إلى الإعجاز العلمي في القرآن. وقد أسس هذا البروفيسور مؤسسة أو مؤتمرا عالميا للإعجاز العلمي في القرآن، وكان مقره بمكة المكرمة بالسعودية.